السلام عليكم. النهارده بقى هعمل معاكم وصفة سمك البلطي دي بطريقة سهلة وسريعة، وان شاء الله هتدمنوها وهتعملوها بالطريقة ديت بالتتبيلة ديت. والقرمشة بجد كانت رهيبة وقدمته بطريقة مختلفة. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. احتجت الاول قرنين فلفل كده حامي، قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين وحطيتهم في الكبة. وهحط كمان قرن فلفل بارد، ممكن تحطوا فلفل رومي احمر. وحطيت كمان حزمة بقدونس وراس كده من التوم كنت مقطعاها كده زي ما انتم شايفين. وكمان حطيت ليمونتين كده كبار. انا كنت عاملة كمية كبيرة، كنت عاملة حوالي 3 كيلو سمك او 2 كيلو سمك ونص. وحطيت كمان نص كوباية من الخل، وحطيت معلقة ونص كده من الكمون ومعلقة ونص هرمية كده من الملح. وضربتهم في الكبة لغاية ما وصلوا معايا بالطريقة ديت. لازم يكونوا مجروشين كده خشن. ودوت السمك البلطي بتاعي كان وسط بالشكل ده، انا منضفاه كويس جدا. وقطعته زي ما انتم شايفين كده، بعمل فتحات فيه من الجنبين علشان خاطر التتبيلة تبقى مليانة فيه كده ويبقى ياخد من طعم التتبيلة. بعد كده جبت التتبيلة بقى بعد ما خلصت الكمية كلها، بدأت بقى معلقة صغيرة كده بحط في كل سمكية معلقة كده. وبحط كمان في الفتحات اللي انا عملتها ديت برضو شوية من التتبيلة. واحطهم بقى في علبة ويستحسن يكون العلبة ديت ليها غطا عشان يتحط في التلاجة، يتقفل كويس جدا ويتحط في التلاجة. تقدروا تحطوه ساعة ساعتين ليوم كامل زي ما انتوا حابين. ولو قعد ليوم كامل كمان بيبقى طعمه احلى. حطيته كده في العلبة واغطيها كويس جدا وهدخله بقى التلاجة عقبال بقى ما نشوف الدقيق اللي احنا هنعمله عشان نقلي بيه. احتجت كده كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم كده معلقة صغيرة من الكمون. ومنكتفي بس بالكمون. بعد كده طلعت بقى السمك من التلاجة. حطيت كده عليه الدقيق بالطريقة ديت وفضلت ادوس عليه كويس جدا وانفضه من الدقيق الباقي. بعد كده جبت طاسة على النار، حطيت فيها زيت كده يكون الزيت غزير، وهنزل بيه بالسمك وهو سخن. ما يبقاش درجة حرارته قليلة. وبعد كده هقلل درجة الحرارة للنص عشان خاطر يستوي معايا السمك، وبعدين اعليها بقى في الاخر عشان يطلع معايا مقرمش بالطريقة دي. قدمته انا مع رز ابيض عاملاه بالسمنة والزيت، وقدمته كمان مع طحينة الطماطم. كانت طعمها تحفة جدا، ولو عايزين طريقتها قولولي. وحطيت كده في الطبق دوت معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الشطة. وقلبتهم كويس جدا وبرش كده على السمك اول ما يطلع من النار بالطريقة دي. وعصرت عليه كمان نص ليمونية كده من فوق. بجد الطريقة دي هتدمنوها، كان طعمه في منتهى الجمال. وقرمشته كانت رهيبة. واللون بتاعه كان جميل جدا. قدمته بالطريقة ديت كانت تقديمة حلوة خالص. هيعجبكم بجد، جربوه وقوليلي ايه رأيكم. واللحمة كانت دايبة معايا وكانت فيها تتبيلة كويس جدا. ما كانتش اللي هي اللحمة تحس اللي هي ما فيهاش تتبيلة، لا كانت متبلة كويس جدا. وزي ما احنا متعودين هسيب لكم كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس. وبكده بقى خلصت معاكم الفيديو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم المرة الجاية على خير فيديوهات جديدة. وبألف هنا يا رب. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير عشان يوصل لكم كل جديد.